القفطان المغربي يتألق بمدينة اسطنبول، وإليكم التفاصيل. جرى في مدينة اسطنبول التركية الاحتفاء بأصالة وتميز القفطان المغربي، وذلك خلال الدورة الأولى من مهرجان جولدن انترناشونال قفطان. وتميز هذا الحدث الذي عرف حضور جماهير من مختلف الجنسيات وأفراد من الجالية المغربية باسطنبول بتنظيم عروض أزياء لثلة من المصممات المغربيات من داخل وخارج تركيا في مجال القفطان المغربي. ومن خلال عروضهن سهرت كل من مريم المزواك وفاطمة الزهراء الطيب وهند المدياني وأخريات على تثمين القفطان المغربي وتسليط الضوء على تنوع هذا الموروث الثقافي الأصيل الذي يميز المملكة المغربية. وقالت مديرة المهرجان جولدن انترناشونال قفطان وفاء أفقير أن هذا الحدث الثقافي يروم التعريف بالقفطان المغربي لدى الجمهور التركي وكذا لدى الجاليات العربية المقيمة باسطنبول. وأضافت أن المهرجان هو أول تظاهرة مخصصة للقفطان المغربي تنظم في تركيا، مسجلة حضور عدد من المصممات اللواتي ستعرض آخر إبداعاتهن الخاصة بالقفطان، وكذلك التعريف بالأزياء التقليدية لكل بلد مغاربي من خلال تخصيص فقرة لذلك، علاوة على توزيع جوائز على عدد من الفاعلين في مجالات الأزياء والثقافة. وتميزت بعرض شريط يوثق لتاريخ القفطان المغربي وأبرز تصاميمه التي تختلف كل حسب جهة في المملكة.